السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ معانا في الحلقة النهاردة حلقة خاصة شوية عن الماب الجديدة. احنا بصراحة كنا بدأنا عملنا حلقات تفصيلية عن النكسس، عن التوريتس، عن الحاجات، التفاصيل بتاعة الماب. بس هو نزلوا ماب جديدة. مش عارف بقى اذا كانت هتكون نزلت ولا لسه. لما تيجوا تتفرجوا على الفيديو هو لغاية دلوقتي لسه ما نزلتش، بس هم تقريبا اعلنوا ان هم خلاص يعني في ظرف كام يوم هتنزل. ان شاء الله هنتكلم كده بسرعة على الحلقة دي كده على الماب الجديدة والتعديلات اللي هم عملوها فيها. التعديلات الشكلية طبعا شكلها ما شاء الله. ده موقع ممكن تشوف منه الماب، لو الماب لسه ما نزلتش هحط اللينك بتاعه في تحت الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب. ده شكل النكسس الجديد، وشكل الابراج اتغير ما شاء الله، بقى شكلها جميل شوية احسن من الاشكال القديمة شوية. وده شكل البيز اهي، البرج بتاع البيز. المهم، غير غير التعديلات اللي هم عملوها في الشكل، في تعديلات تانية هم عملوها. عملوا تعديل في الانهبيتور. الانهبيتور كان في مشكلة شوية ان هو لما بيقع محدش بيبقى عارف هو هيفتح امتى. فهم عملوا اختراع كده جميل، فيديو زي انيميشن كده ليه. نشوفه مع بعض. مم. ده الانيميشن بتاعه، ان هو اول ما بيقع بيبدأ يحمل كده كل شوية شوية لحد ما ايه، ما يلف الدايرة كاملة، وتشوف الكريستالية هنا بتتكون جزء جزء لحد ما يبقى خلاص ايه، ده ميعاده. وخلاص كده تمام، ظبط معانا ايه الفيديو. بقى كده ان انت لما تعدي من جنب الانهبيتور تعرف هو وصل لحد فين، ولا يعني على حسب هيرجع تاني مش هيرجع تاني. الموضوع ده كان بيفرق معانا شوية. يمكن لو انت لسه في بداية الجيمز اللي بيقع انهبيتور ما بيحتاجش يوقعه تاني، بس في الجيمز المتقدمة لو انت ليفلك عالي شوية او بتلعب رانكد 90% مش من اول مرة بنوقع الانهبيتور بنكسب الجيم. هنشوف التعديل اللي حصل بعد كده. ده تعديل في شكل الماب بصفة عامة، هم عدلوا تقريبا كل الوحوش بتاعة الجنجل. انا بس فتحت الفيديو بتاع الولفز عشان افرجكم عليه. الفيديو بيطلع الولفز من جوه من الكهف بتاعهم، اللي هم الديابة، وولفز ديابة. طبعا هم غيروا تقريبا شكل كل حاجة وعملوا جرافيكس كويس شوية. المهم، نخش في اللي بعد كده. ده برضو معرفش، ده كان تقريبا ساحر بقى ضفدع، معرفش ازاي، بس المهم ان هو بقى وحش برضو. معرفش اذا كانوا هينزلوا على طول مع الماب التعديلات ولا لا، بس هم قايلين ان في الوحوش بتاعه الجنجل دي هينزل عليها تحديثات، ممكن هتدي حاجات اضافية ما كانتش موجودة في السيزون اللي فات. هنا في تعديل، هو بيقول او يعني بيقولوا، احنا لسه ما شفناش طبعا الماب، ان بقت كل خطوط الماب اللي مرسومة دي حقيقية فعلا، ما فيهاش ما فيهاش زي الاول. الاول كان مثلا ده مربع، فلما تيجي تتحرك من حواليه الشامبيون بيلف بعيد شوية كده يعني، ما كانش اللي انت بتشوفه هو اللي انت بتتحرك عليه. وكان ساعات الفلاش بيحصل مشكلة، السكيلات بتاعتنا ما بتجيش مظبوط. انما دلوقتي المفروض ان هم عملوا زي كيرفات كده او مربعات صغيرة، بحيث ان اي كيرف من كيرفات الخريطة قدامك باين مظبوط وتتحرك بالظبط من حدود الخريطة بالظبط. الابديت اللي بعد كده البيرون. البيرون هم عملوا له جرافيكس جديد، بس ما اعرفش هل ده معناه ان هو الجرافيكس ده هيفرق معانا في حاجة ولا لا. بس هو شكله كده شكله حلو وجميل وبيطلع من جوه الارض. واللي عاجبني اكتر، انا ممكن اوقف الفيديو، اللي عاجبني اكتر ان شكل الشريط المحترم اللي هم عاملينه ده بقى شكله معقول شوية. علشان الاول كان شكله صعب بصراحة، كان شكله مش ظريف.
90% لغاية دلوقتي كل التعديلات اللي هم جايبينها دي تعديلات شكلية، انما تفاصيل التعديلات هم اكيد هيعدلوا تعديلات بالتفصيل. ممكن يعدلوا البفات، يعدلوا حتى ممكن يعدلوا الايتمز اللي احنا بنشتريها، يعدلوا اكيد في الشامبيونز في الحاجة بتاعتهم. بس تمام. خلاص مش مهم البيرون، نخش في حاجة تانية. عندنا ال هم عاملين نيجي هنا في الميني ماب ان كل ربع من الخريطة له زي شكل مختلف، بحيث ان يعني يبقى حاجة متميزة في الجرافيكس في الشكل. هم تعبانين فيه فطبعا بيتكلموا عليها، مفيش مشكلة. نجيب بعد كده ده برضو هم غيروا شكل الحاجات اللي هنا، مش هنخش في تفاصيله. لو انتوا عايزين تتفرجوا على الفيديوهات انا طبعا سايب لكم اللينكات تتفرجوا على الفيديوهات تحت، مفيش مشكله. هنا الانيميشن ده ظريف هنتفرج عليه، انيميشن التوريت. ان لو انت بتكسر في التوريت بيبدأ يقع منه حتت. الحتت دي يعني تديك احساس التورت واقع قد ايه، بدل ما كان لازم تبص عليه تدوس عليه كليك عشان تعرف وقع منه قد ايه او متكسر منه قد ايه. تمام. اللي بعد كده البفات بقى. البلو باف اللي هي كانت الاول مع جولوم كده، وحش تقريبا سموه السينيتال دلوقتي. برضو بيطلع من جوه كهف كده غريب. تمام. حتى الانيميشن بتاعه هو بيتكسر بقى انيميشن مختلف. تمام. نجيب اللي بعد كده الدراجون. تقريبا هم عاملين الدراجون برضو فيديو بيجي من على الجنب كده ويقف في البيت بتاعته. معرفش الانيميشن ده بقى كله هيخلينا ما نعرفش نضربه مثلا ولا لا. يعني المفروض ان احنا كنا بنعدي الاول من هنا مثلا بنلاقي الدراجون بنضربه على طول، انما هل معنى ان انا هعدي هلاقي الدراجون لسه جاي وبيسلم وسلام عليكم عشان ينزل يقف كده عشان اعرف اضربه؟ مش عارف بقى هل فعلا ده هيحصل ولا لا. بصراحه المفروض الماب نزلت في السيرفرات الخاصه، بس للاسف احنا ما عندناش اكسس للسيرفرات الخاصه دي عشان نعرف نلعبها. هنا برضو غيروا شكل الوحوش اللي كانت هنا. دي الريد باف دي كانت مع الصحراء. ماشي ممكن نبص على الفيديو مفيش مشكلة، مش هنزعل كتير. بيطلعوا من جوه الارض ماشي. الريد باف دي اللي هي بتديك الريد. ايوه بس بقى معاها الريد اهي. تمام. تقريبا هو لغاية دلوقتي تفاصيل التعديل، يعني احنا ممكن نمشي كده نروم في الخريطة. بقى شكل الخريطة محترم شوية. بقى شكل احنا ممكن ندخل زوم كمان شوية. بقى شكل الانهبيتور، شكل التوريت، حتى رسمة الخريطة نفسها بقت احسن شوية. بقت شكل ثواني ده بيتقفل منين؟ ايوه. بقى شكلها معقول شوية. دي الميد لين اهي. شكل البوشز نفسها بقى متغير ما شاء الله. يعني هي الخريطة بتحمل وانا ماشي، مع ان المفروض حملتها قبل ما اسجل فيديو، بس يلا مش مهم. المهم يعني ان احنا كنا بس عايزين نوضح بسرعة كده السبب احنا ايه اللي مخلينا ما سجلناش الفيديوهات الجديدة بقالنا فترة كام يوم اهو، عشان المستنيين الماب دي تنزل ونبدأ نسجل عليها الفيديوهات. انا حتى الجيمز اللي انا كنت وعدتكم ان انا العبها لسه ما لعبتش، عشان مستني الماب دي تنزل. انا كنت متخيل انها هتنزل في شهر 1. هي المفروض السيزون 2015 هيبدأ 1/1، بس هم اعلنوا ان يوم 11 نوفمبر هيبقى اخر يوم في السيزون اللي فات. يعني هيقفلوا الرانكد، الناس اللي اخده رانكات هتقف. هيبقى خلاص ما فيش امكانيه انها تاخد جوائز بعد كده. طبعا اللعبه شغاله وكل حاجه، بس اعتقد بقى هينزلوا التجربه. ما اعرفش هينزلوها يوم 11 بالظبط ولا ممكن ينزلوها قبل كده او بعد كده، انا مش عارف. لغايه دلوقتي هي اللعبه ما نزلتش تحديث. ودي الماب الجديده. مجرد بس فيديو صغير كده اتكلمنا فيه بسرعه، وان شاء الله هنحاول نكمل الفيديوهات بتاعتنا اول ما الماب دي تنزل. والسلام عليكم.